واحد من افضل واقوى التحديثات اللي في تطبيق كاست تمت من ساعة ما تم انشاؤه. انتوا عارفين رأيي دايما في تطبيق كاست انه يعتبر واحد من اقوى التطبيقات البنكية لأي فريلانسر على مستوى العالم. وطبعا تطبيق كاست اصلا بيديك بطاقة افتراضية مجانا، مش كل التطبيقات بتعمل كده، وصلاحيتها لمدة 3 سنين، شغالة على 90% من المواقع الدولية، وكمان العمولة بتاعة الدولار بتاعتها 0%. الفترة الأخيرة ضافوا تحديث جديد، والتحديث ده هيفضل ثابت في التطبيق. ايه بقى التحديث ده؟ ان انت اي مبلغ هتدفعه باستخدام الفيزا بتاعتك، سواء الافتراضية سواء الحقيقية، دفعت بيها على موقع اونلاين او ربطتها بجوجل باي او حتى اشتريت بيها من اي محل على ارض الواقع، هتاخد 1.5% كاش باك على اي مبلغ هتدفعه. ازاي بقى بدخل على صفحة الكاش باك في التطبيق وازاي بفعله؟ كل المطلوب منك بتفتح التطبيق، بعد كده فوق الرصيد بتلاقي زي مستطيل رصاصي كده، بتضغط عليه بيجيب لك هنا المكافآت اللي انت تحصلت عليها من معاملات الشراء بتاعتك. طبعا هنا زي ما انتم شايفين ان انا ليا معاملات شراء عليها كاش باك 1.5%، وليا لحد 2000 دولار اصرفهم شهريا باخد عليهم 1.5%. طب هل انا دفعت اي فلوس عشان اشترك في ان انا اخد 1.5% كاش باك على اي مبلغ؟ في الحقيقة ولا سنت واحد. معايا بطاقة مجانا، ومعايا فيزا دولية دفعت فيها 32 دولار وصلتني لحد باب بيتي، واي فيزا منهم بستعملها باخد عليها 1.5% كاش باك، وبيرجعوا لي تاني. طب بيرجعوا لي على شكل ايه؟ بيرجعوا لي على شكل رصيد بيظهر في خانة الريوردز هنا. بس قبل اي شيء لازم تبقى عارف ان المبلغ اللي بيظهر لك 1.5% كاش باك ده لازم يقعد 14 يوم في الحساب متعلق لحد ما تقدر تعمل له ريديم، لان ممكن المعامله اللي انت عملتها تعمل لها مرتجع، فهم كده هيبقوا خسروا. لازم يطمنوا ان انت مش هتعمل مرتجع. تضغط هنا على ريديم، بتلاقي هنا المبلغ في كلمه افيلابل بالانس. بعد كده هنا بتضغط على اللي مثلا المبلغ اللي معاك، طبعا اقل مبلغ تعمل له ريديم هو 1 دولار. بعد كده بتعمل كونفيرم. المبلغ هنا بيظهر لك زي ما انتم شايفين في العلامه الرصاصي فوق دي، تقدر تدفع منه. طبعا هنا بيقول لك لو جيت عملت ريديم للمبلغ، المبلغ هيبقى ابقى من الفلوس اللي معاك. يعني مثلا انا دلوقتي معايا 58 سنت على حسابي في كاست، بس معايا 36 دولار 97 سنت في الكاش باك بتاعي. طيب ساعتها ان انا لو جيت دفعت مثلا مبلغ ب 10 دولار، هل المعامله هتترفض؟ لا، في الحقيقه انه الاولويه بالنسبه له ان يدفع من المبلغ الكاش باك بتاعك الاول، ولو ما كفاش بياخد بقى من الرصيد الفعلي اللي هو اليو اس دي تي اللي معاك. لكن لو مكفي وزياده بيدفع منه فقط، وبتفضل على هذا الحال لحد ما بيخلص، وبعد كده بيخصم من الرصيد بتاعك. طبعا مفيش اجمل من كده. وخلي بالك بقى، المبلغ اللي انت بتدفعه ده اللي هو اليو اس دي او الكاش باك ما تقدرش تسحبه، يعني للمشتريات بس. وطبعا لو دفعت بيه مش هيطلع لك عليه كاش باك تاني، لا، الكاش باك بيطلع على رصيد اليو اس دي تي بس. لكن الكاش باك بتاعك خلاص مجرد ما بتصرفه خلاص بيخلص كده. هل ممكن اعلي النسبة بتاعتي الكاش باك من 1.5% لاعلى؟ اه طبعا. لو ضغطت هنا وضغطت على مثلا ابجريد ل 2%، دلوقتي هنا عامل لك ان انت لو عايز تعلي البريميوم بتدفع 1000 دولار في السنه، وبتاخد 2% كاش باك، وبتاخد واحد بريميوم كارد اللي هو بالكارت المحمول، اللي هو تقريبا بيديك خصومات على كل حاجه زي الحاجات الاليت والحاجات العاليه دي. وبيقول لك ان هو بيظهر على كل بطاقاتك في الاكونت. وتقدر برضو تعلي للبرايفت لو هتدفع 10000 دولار، وبتاخد 3% كاش باك، وبرضو بتاخد بطاقات مجانا، وبيزود لك عدد النقط والكلام ده كله. بس انا معايا ال1.5% اللي انا ما دفعتش فيه ولا سنت واحد. فانت كده كده لو معاك الاكونت ومعاك بطاقة هتاخد ال1.5% بدون اي كلام وبدون اي مصاريف هتدفعها. هتلاقوني سايب لكم رابط تطبيق كاست في وصف الفيديو. لو سجلتوا منه بتاخدوا كود خصم، لو طلبتوا البطاقة الحقيقية بتبقى بدل 40 دولار بتبقى 32 دولار. وكده كده البطاقة الافتراضية بتاخدوها مجانا، وصلاحيتها 3 سنين، تقدروا تتعاملوا دولي براحتكم. من اقوى التحديثات اللي هفضل دايما اقولها، كاست بيطور نفسه بشكل غير طبيعي. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.